أهلا بيكم في قناتنا وتلك كانت قصتي. لو عندكم أي مشكلة ومش لاقيين لها حل ابعتوها لنا على صفحتنا على فيسبوك أو تحت في صندوق التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان قناتنا تكبر بيكم. ومعانا مشكلتنا النهاردة. أنا لمار عندي 27 سنة. بدأت قصتي لما والدي توفى فجأة وعمره 54 سنة. أبويا كان شخصية عامة ومنصبه كبير جدا في الدولة، وكان أب عظيم فعلا. عمره ما حرمنا من حاجة وعمره ما ضايقنا أبدا. ولما توفى كل الناس اللي تعرفه افتقدته. كل الناس شهدت له بأنه كان نظيف القلب والإيد واللسان. بعد ما أبويا مات حسيت إني مش متوازنة نهائي ولا قادرة أواجه الحياة، رغم إن شخصيتي كانت قيادية وكنت في الجامعة شخصية جادة جدا. عمري ما سمحت لحد يعيش معايا قصة حب، وتقدم لي ابن السفير وابن الوزير من نفس وسط الاجتماعي بتاعي، لكن أنا دايما كنت برفض لأني رومانسية، وكنت معتقدة إن الحب بيجي فجأة زي الأفلام العربي القديمة. كنت بكتب شعر وبعزف موسيقى، ودايما بحلم بفارس الأحلام اللي بيحارب الدنيا علشان يقدر يتجوزني. وبعد ما أبويا مات لقيت الفارس ده ظهر لي فجأة. كان زميل ليا في الشغل، بدأ بيتقرب مني وبصراحة بدأت أميل ليه، وكان دايما بيتكلم معايا كلام رومانسي وبيسهر طول الليل يكلمني في التليفون، وكان بيقولي إنه قد إيه إنسان محظوظ لأنه لقى بنت جميلة ومتدينة زيي. حسسني بحنان أبويا اللي كنت افتقدته، وأمنية حياته الوحيدة إنه يتجوزني. لكن في مشكلة كبيرة في الفرق الاجتماعي اللي بينا، وكمان الإمكانيات المادية. أهله اشتروا له شقة كبيرة في منطقة راقية، بس مش هيقدروا يعملوا له أكتر من كده. وبصراحة كنت اتعلقت بيه جدا، وقلت له خلاص تعالى اخطبني وانا هحل لك كل المشاكل دي وهخلي اهلي يوافقوا عليك. اتقدم اول مره وطبعا اهلي رفضوه، وقالوا لي بغض النظر عن المستوى الاجتماعي والمادي هو شخصيه غير مريحه اطلاقا وشكله بتاع 3 ورقات. وامي قالت لي اللي بيشتري رخيص بيبيع ارخص. بس انا صممت عليه واجبرت امي واخواتي انهم يوافقوا عليه، واتخطبت له فعلا. وضغطت على والدتي انها تدفع له ثمن الشبكه من ورا اخواتي، وانا دفعت كل فلوسي في تجهيز الشقه. وبصراحه اثناء فتره التجهيز دي بدأت أحس منه بتصرفات غريبة جدا، زي إنه قاعد يقول لي أنت هتجيبي لي إيه في عيد ميلادي، ويتشرط عليا بحاجات معينة. وكمان لما كنا نخرج مع بعض أنا اللي بدفع، وفي المقابل ما كانش بيجيب لي أي حاجة خالص، وكنت بعدي وأقول مش مشكلة يمكن عشان ظروفه صعبة. وجه ميعاد الفرح قال لي مش معايا أدفع تمن الفستان ولا حتى القاعة. قلت له مش مشكلة، وأنا اللي دفعتهم من ورا أهلي. وكنت في قمة السعادة والفخر بالفارس اللي حبيته وقدرت أفرضه على عيلتي وحاربت الدنيا عشانه. مجرد ما دخلنا شقتنا لقيته بقى واحد تاني، وأنا لسه في فستان الفرح. قال لي إيه شكلك المقرف ده؟ بصراحة تنحت، فكرته بيهزر لكن طلع بيتكلم بجد. قلت ممكن يكون مرهق من الفرح ومش مركز هو بيقول ايه. لكن اللي حصل في الأيام اللي بعد كده أكدت لي إن أهلي كان معاهم حق. كان أبشع إنسان ممكن تشوفيه في حياتك. من تاني يوم بدأ يهني ويشتمني من غير سبب. بدأ يسألني فين مجوهراتك وذهبك وفلوسك وإيه ميراثك من أبوكي، وإني لازم أعمل له توكيل. وبعد أسبوعين بدأت أخد مهدئات لأني انهارت تماما وبدأت أخاف منه. كان دايما يقول لي انت هتموتي قريب وكده مش هعرف اورثك لاني ما اعرفش حاجه عن فلوسك ولا ميراثك، ولازم اعرف لان محدش ضامن عمره ولا حد ضامن الظروف ايه. وكل شويه يقول لي تحبي تدفني فين لما تموتي علشان انفذ وصيتك. بصراحه انا خفت يعمل فيا حاجه. عدى عليا 3 ايام ما بنامش من الخوف احسن يموتني. اخر مشكله بينا كانت اني بفتح درجي ما لقيتش ذهبي ولا شبكتي الماس. كان في مبلغ كبير كمان معايا في الدرج ما لقيتهوش. كان عدى على فرحي 35 يوم بالظبط. ساعتها هو ضربني وبهدلني، ما استنيتش دقيقه واحده. رحت لامي منهاره وبعيط، هدتني وكلمت الناس معارف ابويا علشان يطلقوني. وبالفعل اتطلقت منه واتنازلت عن كل حاجه في مقابل انه يرجع لي الذهب والشبكه والفلوس اللي خدها. من هنا لهنا وصلنا لانه رجع لي الذهب ونص الفلوس وما رجعش الشبكه اللي امي اشترتها اصلا. وفجأة لقيت نفسي مطلقة وأنا عمري 26 سنة. الحياة بدأت معايا بدري وخلصت بدري. قعدت أسأل نفسي هو أنا عملت إيه غلط، وبخاصة إن حاربت الدنيا عشانه. والغريب بقى إن بعد جوازي بيومين واحد صاحب أخويا قابله بالصدفة وقال له أختك عاملة إيه مع جوزها. وبخاصة إنه عرف من أصدقاء مشتركين إنه جوزي كان بيقول إني فرصة بالنسبة له، وإنه أحسن حاجة إن أبويا مات عشان يعرف يقلبني كويس ويرميني. عدى دلوقتي سنة على طلاقي، ورفضت ارجع شغلي القديم عشان ما اشوفوش تاني، ورحت شغل تاني وترقيت فيه الحمد لله وحققت نجاح كبير. بس المشكلة اني مش قادرة اصارح حد من اللي حواليا في شغلي الجديد اني مطلقة، رغم اني اتظلمت الا اني مش قادرة اعترف لحد اني برضو مطلقة. حاسة ان دي حاجة المفروض اخبيها. انا مش عارفة اعمل ايه. لصاحبة المشكلة،
أولا في صنف دنيء من البشر بيبص للي حواليه بعين الصياد اللي عاوز يفترس أي فريسة ويستفيد من وراها بأي شكل. مشكلة طليق ده إن كان عنده تطلعات للثراء السريع السهل. المفكر الفرنسي مارسيل بروست قال إن الإنسان يعني لما يجي ينمو كما ينمو النبات، وليس يعلو كما يعلو البناء. ليه بقى؟ لأن النبات بينمو من داخله وبمجهوده، لكن البنى لأ، ما بيعلوش أبدا من نفسه، بيتضاف ليه من الخارج بجهد الآخرين. وبصراحة أنا لا أعفيكي إطلاقا من المسؤولية، لأن أهلك رفضوه ونصحوكي وحذروكي منه مرتين وتلاتة، وانتي أصريتي على رأيك وما اديتيش فرصة لصوت العقل إنه يخليكي تميزي الأمور بعقلانية، وسمعتي لصوت قلبك فقط، وتناسيتي كل الفروق اللي بينكم. الجواز أساسه التكافؤ، حتى ربنا قال في كتابه العزيز في الآية 187 في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. بالنسبة بقى لفكرة إنك خايفة تعرفي حد إنك مطلقة أو لأ، دي حاجة ما تخجليش منها. تاني حاجة، انتي مش مضطرة أو ملزمة أصلا تعرفي حد خصوصياتك أو يكون عند أي حد تقرير كامل بحياتك. حياتك دي تخصك انتي بس، وما تعرضيهاش للعلن إلا اللي انتي شايفاه مناسب. بالنسبة بقى لخوفك من الجواز تاني، ربنا يكرمك بشخص تاني كويس وشريكي، والأهم من ده كله تكوني اتعلمت الدرس كويس. أنا عارفة إنه درس قاسي، بس الضربة اللي ما بتكسرش بتقوي. المرة دي بقى تسمعي كلام أهلك وكلام عقلك. أهم من ده كله نصيحة ليكي ولكل متابعات القناة: يا ريت تختاري حد متكافئ معاكي في المستوى المادي والثقافي والاجتماعي والفكري، علشان تلاقوا نقط تتقابلوا فيها مع بعض. بتمنى لك حياة جديدة وسعيدة.